بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المصور خميس الراشدي. بإذن الله اليوم راح أعلمكم كيف نعمل تايم لبس هاي كواليتي تايم لبس في برنامج الفوتوشوب CC. طيب طبعا أول شيء نحط الصور اللي نعمل منهن تايم لبس في حافظة معينة كذا، يكون كلها في مكان واحد، حافظة معينة نعطيها اسم. بعد ذلك تفتح برنامج الفوتوشوب CC وتعمل فايل وأوبن ملف جديد، وتروح إلى الحافظة اللي مختارنها هي هذه. تروح تنزل تحت آخر شيء، ما تحدد ولا شيء، امسك في آخر صورة هذه واختار فعل هذه الخاصية اللي هي Image Sequence واختارها، واضغط Open واختار كم الريت اللي تريده في الصور، سرعة الفريمات. أنا مختار 24 فريم بير سكند، أو عندك الريت الثانيات اللي تريده تختار تشوفه مناسب لك. أنا اخترت 24 فريم، واضغط أوكي. طيب الحين الصور راح يفتحن في الفوتوشوب كلها دفعة واحدة. انزين إذا فتحنا كذا نحن نريد نعمل يكون معنا تايم لاين، قصدي في الفوتوشوب عشان نعدل عليه وكذا. بنروح قائمة ويندوز ونشوف التايم لاين، هذه التايم لاين نفعلها عشان نقدر نتحكم بالفيديو أكثر يعني. طيب زين الحين نحول الطبقات، طبعا هذه الطبقات كلها مجموع الصور كامل نحولها إلى سمارت اوبجكت. عشان ويش؟ عشان نتحكم بالإضاءة والأشياء اللي في الصورة، تعديلات الصورة عن طريق برنامج، عن طريق فلتر كاميرا رو. نروح إلى فلتر وإلى كاميرا رو فلتر ونبدأ نشتغل عليها وكذا. طيب الحين بسرع الفيديو عشان أعدلها بشكل سريع. طيب من خلصنا تعديل الصورة في اللايت روم، قصدي في برنامج الكاميرا، في فلتر كاميرا عدلناها على السريع. فالحين إذا عندنا نريد نضيف حركات في التايم لاين هذا تايم لبس، أو نضيف موسيقى أو شيء، نختار من هنا نضيف الفولدر اللي تريده من الموسيقى. إذا نريد نضيف حركات للصورة أو حركات انتقالية لحركات السحب أو شيء كذا، نضغط هنا دبل كليك على الحركات اللي نريدها إذا تبدأ وتنتهي، وننقلها من بين التايم لاين هنا على حسب ما نشوفه مناسب. كذا مثلا تبدأ حركة اوباسيتي قبل، بعدها حركة ستايل وانت ماشي. طيب هذه كان بشكل سريع كيف نعملها في برنامج الفوتوشوب. طيب طريقة الحفظ، نضغط في زر رندر فيديو ونختار الخصائص اللي نريدها من هنا. طبعا نريد نحن يكون HD، عندك الكثير من الخصائص للفيديو. أنا أختار HD Full HD 24 فريم، واختار Start from frame 0 to 335 على حسب ما تشوف أنت مناسب. أعطيها اسم. طيب تسوي select folder من مكان الحفظ وتخليها تحفظ، ضغط رندر وعبي يبدأ يحفظ. طبعا هذه العملية تستغرق وقت طويل لكنها تكون ناجحة ومفيدة وجميلة، وخاصة الصور طبعا بكامل الجودة. استعرض عليكم الحين في نهاية الفيديو نهاية العمل الناجح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.